ادت لها مقدمات او شافت حاجات بسيطه او انما الصدمه الحقيقيه بتبقى للشخص مش متوقع منه، شخص محترم، شخص كويس جدا، هي مش قادره تتجاوز. فبتبقى اول حاجه الثقه في نفسها، تاني حاجه الثقه فيه، تالت حاجه جزء الاحترام، رابع حاجة الاضطراب في رد الفعل. أنا مش عارفة والله أطلق، أكمل، أسامح، ما امم. سامحش، أعتذر، مش امم. قابلة، أواجه. فهي بيبقى في نوع من أنواع الاضطراب. فالاضطراب ده مفيش حد هيمر بالكلام ده، فقد ثقة والكلام ده، ويبقى هو متزن بقى مع نفسه كده أو مع أولاده أو في حياته أو في شغله. فبيبقى نوع من أنواع الهزة كده، زي ما تجيبي حد ويترج أو ترجيه جامد. فهي امم. بتبقى كل حاجة عندها متبعترة. فاستعادة التوازن وان هي تمسك نفسها كده والدنيا فيها ايه، بتاخد وقت وبتبقى محتاجة لازم دعم من الآخرين. تمام. وخصوصا ان اغلب الستات الى حد ما بتبقى متسمة بالعقل شوية، ان هي مش عايزة تسمع عليها حد، فلا بتحكي لاهلها ولا بتحكي لاهله ولا بتحكي لحد، بتدور على حد خارجي، حد نفسي، حد اسري، حد افكر معاه، صديقة، لانها بتبقى خايفة تشوه صورته لانه مش بتاع كده، او عندها اولاد في مراحل حرجة. فدي بتبقى اكتر النقاط اللي بتتاثر، فكره ان انا امم. الواقع النفسي عليها هي بيبقى ازاي.